مهم جدا تعرفي اهمية زيت الروزماري للشعر، ده سحر يا جماعة، بجد روعة جدا 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 في انبات واصلاح وكمان للشعر التالف وتقوية بصيلة الشعر. طيب يا دكتور انتي قولنا الطريقة لاستخدام الزيت الروزماري صح. انا شخصيا بستخدم ده، تمام، اسمه وصفة جدتي، بيحتوي على الروزماري بكمية مناسبة جدا وكمان 33 عشبة وسعره مناسب جدا. انا دي خلصتها، شوفي يعني ما فيهاش اي حاجه، ودي لحد هنا بستخدمها انا واختي، خطير جدا 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 لانه بيحتوي على 33 نوع عشبه، مش الروزماري بس، قوي جدا في انبات واصلاح الشعر التالف. طيب طريقه الاستخدام، انت بتفتحي دي، تمام، وبتحطي 10 نقط كده، تمام، 10 نقط، انتي ما ينفعش تزودي اكتر من كده ولا اقل من كده. طب يا دكتور احنا لما بنعمل الحركه دي بنعمل ايه؟ بنخلي الشعرايه تتغذى من جوه، فلما بتيجي تطلع بتطلع صحيه، تطلع اقوى، وبنعالج التلف، وبتحط لمده 4 ساعات وبتدخلي تاخدي شاور. وفي تركايه مهمه هنا جدا، بتعملي حاجه اسمها سكالبير، لو انت مش عارفاها ممكن تبحثي عليها في تيك توك وتفهمي اكتر. انت بتشتري الفرشه دي وبتفضلي تعملي شعرك مساج، تمام، وانت حاطه الزيت لمده 10 ل 15 دقيقه، وشوفي تغير الشعر في شهر ونص. والله يا جماعه طريقه فعاله جدا جدا في انبات واصلاح وتقويه بصيله الشعر. باي.